السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا ستي هنعمل حاجة حلوة قوي، هتنفع الفطار وتنفع العشاء وتنفع سندوتشات للمدارس للولاد. طعمها هيعجبهم قوي. هنعمل لانشون بالفراخ، ولو عملتي الطريقة بتاعتي دي مش هتعملي اي طريقة تانية، هتطلع معاكي حكاية. السمسم اللي انا قلتلك عليه ده هيودي اللانشون في حتة تانية خالص، طعمه هيبقى رهيب. ومش هتعملي الا الطريقة دي. بتحضري علبة سمنة كده فاضية زي ما انت شايفاها، بتغسليها كويس. بتحضري نص كيلو فراخ، صدور فراخ. بتحضري يا ستي بصلايه صغيره وفصين توم وباكو بيكنج باودر. وبتحضري معلقه ملح كبيره مليانه كده محترمه، وملح جوز الطيب، ونص معلقه فلفل اسود، وثلاث فصوص حبهان. بتحضري نص كوبايه نشا. وبتحضري يا ستي السمسم اللي انا قلتلك عليه ده، هيخلي اللانشون حكايه حكايه. بنفرمه طبعا، ما بنحطوش صحيح كده. لو عندك طحينه ماشي، مفيش مشكله. وهنحط يا ستي فلفل اسود، حصى زي ما انت شايفه كده، وبابريكا. بنبدا بقى نجيب الفراخ، انا عايزاها ساقعه مش متلجه قوي، لا عايزاها ساقعه ساقعه قوي. وتكون ما فيهاش ميه، متصفيه من الميه كويس قوي. تبداي بقى تشيلي الحاجات اللي بتبقى ناشفه فيها دي، او حتت دهن فيها. وبعد كده تروحي مقطعاها عشان هنضربها في الكبه. بتقطعيها زي ما انت شايفه كده. لو عندك وراك مفيش مشاكل، شغاله برضه. نص نص كيلو صدور فراخ. وبعد كده بنجيب بصلايه الصغيره، بصلايه صغيره قوي. واروح بشرح من الناحيه الناعمه زي ما انت شايفه كده. انا عايزاها ناعمه قوي عشان ما تحسيش بيها حتت كده في الفراخ، تبقى عامله فراغات. لازم تكون ناعمه. ونقطع عليها الفصين التوم. مش مشكله بقى التوم تقطعيه كبير صغير، لان التوم سهل ضربه غير البصله. بنقطعها عليها، وبعد كده نحطه على الفراخ ونضربه في الكبه. تضربي جامد قوي. لما بتكون الفراخ متلجه بتضرب معاكي، يعني ما تكون ساقعه بتضرب معاكي حلوه قوي في الكبه، بتبقى ناعمه. ولو الفراخ مش ساقعه معاكي، هاتي حطي التلجايه الصغيره وحطيها وانت بتضربي. تخلي الفراخ تتفرم، تبقى ناعمه قوي. تضربي بقى الخليط ده لحد ما ينعم معاكي قوي. الفراخ بالبصله بالثوم. خلاص اتضرب وبقى ناعم. نبدأ بقى نحط عليه بقى بقية المقادير اللي احنا قلنا عليها. شايفة مفروم ناعم قوي ازاي. انا عايزاه ناعم بالطريقة دي. ابدأ بقى احط نص كوباية نشا. النشا بتخليه حكاية ماسك في نفسه كده وظابط القوام وجميل قوي. احط بقى الثلاث فصوص الحبهان، طبعا ناعمين مفرومين. وعندك نص معلقه الفلفل الاسود ومعلقه الملح. وبنحط معلقه السمسم المطحون. تطحنيه، ما تحطوهوش خشن زي ما هو. لو عندك طحينه حطي معلقه. وببدا احط معلقه بيكنج باودر مليانه كده محترمه. واحط شويه بابريكا، واحط الكوبايه ميه ساقعه دي كانت متلجه قوي. طبعا الميه اللي فيها قليله كملت. المهم ان انت تحطي كوبايه ميه ساقعه بالمج اللي انا وريتهولك ده. وابدا ابشر شويه كده من بلح جوز الطيب. وحطينا طبعا الثلاث فصوص الحبهان المفرومين. وبنحط 3 معالق زيت محترمين كده مليانين. ابدا بقى اروح فرماهم في الكبه. الميه المتلجه بتخلي اللانشون ماسك نفسه، الفراخ ماسكه نفسها وتبقى حلوه. بعد كده بقى اجيب علبه السمنه اللي انت شايفاها دي. المهم علبه السمنه ما تبقاش عاليه عن حوض الحله، يعني تبقى نازله شويه عشان الغطا يغطيها، ما تبقاش عاليه عن الحله. انا حاولت جبت علبه سمنه واطيه شويه عن الحله، لان العلب السمنه في هتلاقيه حوضه عالي وفي صغير. تحطي بقى اللي هي الصغيره بالطريقه دي. تبداي تجيبي بقى كيس حراري. انا ما دهنتوش ولا حاجه، حطيت فيه الفراخ على طول، اللانشون على طول، وما لزقش ولا حاجه. كيس حراري، وتروحي مفضيه فيه اللانشون. طبعا بتضربيه حلو قوي زي ما وريتك كده. تقعدي تضربي لحد ما يتجمع، وتحسي انه عمل زي الكوره كده في الكبه، يعني اتلم كده مع بعضه. شايفين تقيل ازاي؟ مش عايزاه خفيف، يبقى زي ما انت شايفه كده تقيل كده.
انت تحطي كوبايه ميه ساقعه، ما تزوديش عن كده. خلاص احنا خلصناه في الكيس الحراري. تبدأي بقى تضغطي بيه، احنا ولا هنحتاج ورق فويل ولا اي حاجة، هو الكيس الحراري وبس. وعلبة السمنة زي ما قلت لك، ولا هتحتاجي مجات ولا كوبايات ازاز ولا اي حاجة، هتغنيكي علبة السمنة عن كل ده. ابدأ بقى اضغط كده زي ما انت شايفة كده، الم الخليط بتاعي. كل ما بتضغطي عليه بيبقى حلو قوي، متماسك وبيطلع جميل قوي، وهتلاقيه ملمسه ناعم وجميل قوي، والنشا ماسكاه ومخليه حكايه حقيقي. لو جربتي الطريقه دي مش هتعملي اي طريقه تانية. بتبدأي بقى تفتحي بقى من النص كده، وتبدأي تحطي الفلفل الاسود الحصى. في طرق كتير حقيقي موجودة على النت، يقولك حطي الجيلاتين والحاجات دي. لا، الجيلاتين ده بعد كده بيفك حقيقي، لما بتطلعيه من التلاجة بيفك. لكن هي الطريقة دي أحلى طريقة وأطعم طريقة، وأحلى من الجاهز بمراحل بكتير كتير كتير. لو جربتي أي طريقة تانية اركني كله على جنب واعملي الطريقة بتاعتي دي، هتعجبك وهتبقى جميلة في منتهى الجمال، وهتعجبك وتعجب ولادك وتعجب الباشا كمان. خلاص احنا ضغطنا عليها حلو قوي كده، شايفه بالطريقه دي. تبداي بقى تلفيها بقى عشان تبقى مبرومه معاكي، يعني مش هتبقى مربعه كده، هتبقى مش زي شكلها اسطواني. ايوه كده، هتديكي شكل اسطواني بقى. تروحي لفه جامد كده. انا جبت بلاستر عملته بالطرف ده والطرف ده، بلاسترايه من الطرف هنا ومن الطرف هنا. بعد كده حطيتها في علبه السمنه زي ما انت شايفه كده، ورحت حطها في الحله، ومليت الحله نص علبه السمنه كده، يعني الميه نص علبه سمنه. انا حطيت طاجن فخار يضغط عليها شويه مع بال ما احط الميه، يعني يضغط على الخليط، يضغط عليه شويه لحد ما احط الميه فيها، توصل لحد نص علبه السمنه. ابدا بقى احطها على النار. هي اول ما تحطيها على النار وتغلي هتلاقي الغطا يترفع لفوق كده من ضغط الميه، واللانشون بيعلى كمان. فاضطريت حطيت 3 طواجن فخار زي ما انتم شايفين كده على الغطا، عشان ما يقعدش يطلع لفوق كده والبخار يطلع. استوت معانا اهي، وطالع اللانش في منتهى الجمال. خدت ساعه الا ربع على النار. بتختبريها بخله، بتحطي خله كده في الكيس وتعديها، لقيت الخله نظيفه خلاص يبقى استوى معاكي. انا خد معايا حقيقي ساعه الا ربع. شوفي بقى هنفكها يا ستي، ولا دهنا الكيس زيت ولا حاجه، بيتفك في منتهى السهوله. تحطيه في كيس حراري، يعني ما تحطيش في كيس عادي كده، لا، عشان ما يبقاش غلط على اللانشو. شايفين اهي طلعت جميله ازاي. تبداي بقى تسيبيها تبرد، وبعد ما تبرد تبداي تحطيها. انا فكيتها طبعا بعد ما بردت شويه. بعد كده حطيها في التلاجة تسقع، وتبداي تقطعي زي ما انت شايفه كده بقى. عايزاها تخينه عايزاها رقيقه براحتك. طالعه جميله، وشايفه الفلفل الاسود فيها جميل قوي. حبيتي تحطي زيتون حطي زيتون، بس الفلفل الاسود بيخليها في مرحله يعني في حته تانية خالص. والسمسم حقيقي بيخليها طعمها حكايه، بيوديها لك في حته تانية خالص، والطعم حكايه. وجربي كده وان شاء الله هتدعيلي. وبالهنا والشفا. شايفه رقيقه وجميله قوي ازاي اهي، شايفه في منتهى الجمال.